صباح الفل يا ابو سعيد. صباح الفل يا هندسة. هنعمل ايه كده؟ والله يا هندسة احنا دلوقتي بعد ما بتاع السيراميك بيفتح مكان المخارج بتاعة المية اللي احنا بنعملها فبيبقى فيه فراغ. الفراغ ده لازم الفراغ اللي بين السيراميك وبين القطعة وبين القطعة اللي هي المخرج يعني المية. فطبعا وارد ان مع الوقت مثلا حصل تسريب مثلا من رباط الوصلة، التفلون حصل فيه حاجة، فالمية بدل ما بتنزل وتخش لي جوه وما اشوفهاش بتنزل لي. لو انا مش حاطط اسمنت ابيض طبعا بتخش وتعدي وانا ما باخدش بالي منها وبتعمل رشح ومشاكل بعد كده. لو في ظهر مثلا نقاشه ولا حاجه ممكن تعمل على الجار اللي تحت، حتى لو انا عازل بتطلع من الطوب وتعدي من تحت العازل. تمام. هنا لو الميه لو في ميه ظهرت بتبلي على الايه؟ على السيراميك من الاسمنت هيحجزها من الدخول ان هي تخش تتغلف جوه، بتنزل تمشي على البتاع بتبان معايا في الارضيه. فانا كمستخدم للمكان او كده بلاقي فيه ميه فبعرف، فبيحصل ايه صيانه بستدعي مثلا السباك او الفني يجي يشتغل يشوف المشكله فين بس. فلازم نقفلها قبل ما نركب المحابس الزاويه. اكيد طبعا لازم نحلقم، اسمها حلقمه يعني حلقمه اسمنت طبعا. وده اللي اسمه تظبيط الشغل اهم من الشغل. ان شاء الله تمام. هنا طبعا مش واخدين كده بتطويل، يعني هنا لو بصيت هتلاقي الكوع بوسيل نفسه هو اللي على وش السيراميك. كوع بوسيل ماشي على وش السيراميك بالظبط، يعني منه للمخرج حوالين الحمام قبل ما نشتغل. تمام.